رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا. مريومة منورانا. مريم يعني هنتكلم بقى مع مريم ومع رانيا. يعني احنا لسه كنا بنتكلم قبل الفصل يا مريم عن الشخصية، والجيل كله دلوقتي بيكتسب الخبرات ما بينهم وبين الصحاب. تمام. فاحكي لنا بقى عن تجاربك وعن المواقف اللي ممكن تكوني مريتي بيها ونقدر ندردش فيها كده مع بعض، ورانيا برضو تنصحنا. طيب انا زمان قبل انا نقلت مدرسه ماشي في مدرستي القديمه، لما كنت في سن يعني اعدادي وابتدائي كنت ما عنديش فعلا ثقه في نفسي، ما بعرفش اعمل اي حاجه لوحدي. لبسي اختي اللي بتختاره لي، بنزل مع اختي هي اللي تقول لي مريم ده حلو، لا ما اعرفش، انت اعملي، انا ما اعرفش حاجه. انت الصغيره؟ انا صغيره واختي اكبر مني. انا فعلا بجد ما كنتش ببقى خايفه من اي حاجه، خايفه ان حد ده يزعل مني، اقول له انت زعل مني مش عارف ايه. لا انا فعلا كنت رهيبه. بعديها بقى بدات لما يعني سنه بسنه بدات اللي هو ايه اللي انا بعمله ده، ايه الهبل اللي انا فيه ده. فاللي هو لا يعني فاهماني. لا اخد موقف بقى، لازم ابدا بقى ايه اركز كده شويه، ومش اقل موقف او اقل حاجه انا فعلا كنت بعمل يعني مشكله كبيره على اتفه حاجه. فبعديها لما نقلت مدرسه قلت خلاص دي كانت حياه، انا في حياه تانية خلاص. قفلت صفحه وفتحت صفحه جديده. في حاجات كان فعلا فيها مشاكل كتيره، حاولت ان انا احسن من شخصيتي، ان انا ابقى احسن من شكلي، معاملتي مع الناس، سلوكي، كل ده. يعني لحد دلوقتي حتى مع يعني لما قلت مدرسه جديده كان ليا اصحاب كان من مدرستي القديمه كانوا بيقولوا لي مريم هو انت ايه ده مش عارف ايه، ده انت حلويتي، ده انت بجد ما كنتش كده ومش عارف ايه. اللي هو بجد يعني فرحتني، يعني حسيت نفسي ان انا عملت حاجه صح في حياتي. يعني انا فعلا كنت فاكره نفسي ان انا انسانه فاشله، بس بجد يعني فاشله كلمه كبيره قوي. رانيا بقى ساعدينا، لان هي برضو قالت كم كلمه مهمه جدا. هي قالت طبعا انها تتنقل من مرحله لمرحله او من مكان لمكان، ده بيفرق على النفسيه بشكل كبير جدا وعلى الثقه بالنفس، خصوصا الصحاب دايما هم اللي بيبقوا بيساندوا الواحد. جزئيه كمان مهمه جدا وهي اتكلمت فيها عن المظهر. يعني عايزين بقى نتكلم معاكي كده تشرحي لنا. اوكي مريومه جميله. كنت هقول على نقطه لما بتقولي ان اختك كانت بتنقي لك. وانا بربي ولادي وهم صغيرين ما كانش عندي مشاكل خالص ان هم لو عايزين يلبسوا رجل غير رجل، لو حاجه غير حاجه. هي دي كويس الكلام ده بقى لكل الامهات بجد. يعني يا جماعه يتدخلوا في اللبس تاني، هو ده احساس عندهم، ده حاجه بيفكروا فيها، دي تجربه هتنجح او مش هتنجح. خليهم هم يشوفوا هم عايزين يعملوا ايه. هي مش هتاذي حد، بيبقى ليها مساحه. بيبقى ليهم مساحه للحريه والابتكار واكتشاف الذات واكتشاف، وان هم يبقى عندهم الرادار الداخلي. يعني هي لما هتبقى لابسه حاجات كده غريبه، ما هي طول ما هي ماشيه هتبقى برضو بتشوف رد الفعل هتبقى عامل بالظبط. خلي رد الفعل يبقى هي عندها الرادار بتاعها، مش ماشيه بالرادار بتاع اللي قبليها. ده رقم واحد. اتنين طبعا طب معلش قبل ما نتنقل للنقطه الثانيه، من اول سن كام الام تقدر تدي المساحه دي لبنتها؟ من اول ما يتولدوا يعملوا اللي هم عايزينه. يعني اصل ده كيانهم. هيضر مين؟ انا حقيقي السؤال اللي انا بساله هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ لبست شراب اصفر وشراب احمر هيحصل ايه؟ لبس الجينز بالعكس هيحصل ايه؟ يعني هو عارف. ما هو النقطه ان هو يا جماعه لو انت خايفه ان ولادك مش عارفين الصح، هم عارفين الصح، لكن هم بيجربوا في مساحه ما فيهاش خطر. يعني ايه الخطر؟ هم بقى لما هيلاقوا حد اتريق عليهم، لما هيلاقوا حد ابتدى ان هو يوصلهم بطريقه مريم عملت، هم نفسهم هيبتدوا يوازنوا الامور. يا ترى اللي في دماغي عاجبني اكتر ولا النظره دي مضايقاني اكتر؟ هم بقى يبتدي عندهم اللي هو بيتقال عليه pain and pleasure، المتعه والالم. ده الميزان الصادق اللي بيبقى عند البني ادم. الالم اللي جاي لي من نظره الناس اكتر ولا المتعه اللي جايه لي ان انا عملت اللي انا عايزه اكتر؟ الميزان ده هو اللي يبني الشخصيه ويبني الثقه بالنفس. بعد كده انت هتبقي بتعملي الحاجه وانت مهما الناس قالت لك انت عندك الميزان الداخلي. كلام الناس اهم،
ولا انا احساسي من جوه اهم؟ طيب المظهر برضو الخارجي لانه بيأثر بشكل كبير جدا على الثقه بالنفس، والاطراء اللي بنسمعه من الناس او الكلام الحلو اللي بنسمعه من الناس بيأثر بشكل كبير جدا على الشخصيه. عارفه النقطه دي حلوه قوي قوي يا منى، لان كانوا عملوا بحث عن الاطفال. الاطفال اللي يعني انا هنقل من نقطه لنقطه، اوكي؟ قالوا الاطفال ان هم اذكياء قوي قوي قوي، خلاص؟ وتانيين كانوا بيتقال لهم انك انت بتشتغل بجد، يعني هارد وركر. فواحد طفل بيتقال عليه ان هو ذكي، الذكاء ده مالكيش يد فيه، انت يا اما بتتخلقي بيه فانت مالكيش يد في الحاجه الكويسه اللي فيكي. والتانيه انك انت بتشتغل بجد، اوكي؟ دي ليكي يد فيها، انك انت اللي بتشتغلي. وحطوا قدامهم مسائل وشويه تحديات. الاذكياء لما جم عند مشكله او تحدي ما قدروش يعملوه، سابوا كل حاجه وعارفه اللي يتقال عليه فرفر خلاص، وحس بالعجز والفشل. اللي كان بيتقال له انت بتشتغل بجد قعد يكمل 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 لغايه لما حل المشاكل. نفس الحاجه في الاطفال، لما تيجي تديهم اطراء وتبني عندهم الثقه بالنفس، ما تديهمش ثقه بالنفس في حاجه هم ما لهمش يد فيها. ما تقعديش تقولي لها انت اصل انت عينيكي مش عارفه ايه وشعرك ايه ولابسه ايه وجسمك ايه لا، العينين قولي لها انت نظرتك جميله، نظرتك حنينه، ابتسامتك تدخل في اللي قدامك ترد الروح، كلامك حلو، طلتك مش طلتك يعني شكلك لا الروح نفسها، روحك حلوه، القبول زي ما قلنا بالظبط. لما بتدخلي الناس بترتاح، انت عندك الملكه ان لما تقعدي مع حد تريحيه وتخليه، ده حاجه هم ليهم يد فيها. لكن لما تيجي تكلميهم على حاجه هم ما لهمش يد فيها وربنا سبحانه وتعالى اداها لهم، ما بيبقوش عارفين طب ممكن يحصل لها ايه، تروح مني يا نهار ابيض، فاهمه؟ فالثقه بالنفس بتاعتهم بتقل شويه. رايك ايه يعني بما انك موجوده كده معانا النهارده، فكره ان حد بيقول لحد انت، يعني حتى لو خدناها على مستوى الدراسه يا رانيا، ان انت فاشل، انت مش شاطر، او نقارن الام تقارنه باصحابه وزمايله اللي جنبه، فهو هيستسلم خلاص للكلمه السلبيه اللي هو سمعها. لما حد بقى بيقول لحد كلام ايجابي، يعني قولي لنا كده بقى رايك كمان في الكلام اللي رانيا طيب هو لو حد قدامك ماشي هو اوريدي ما عندوش اصلا ثقه في نفسه، يعني وحضرتك بتقولي له لا وانت مش عارف كذا وكذا وكذا، لا بالعكس ده خلاص باظ يعني. فلازم انه تشوفي المميزات اللي فيه وتقعدي تقولها له. تقولي هو انت حلو كذا وكذا وكذا، بس المفروض يعني تشتغل على كذا، يعني مثلا مش عارفه اقول لك ازاي، يعني مثلا هو بتقولي كلام حلو جدا اولا يا جماعه، يعني بس فكره انها تبدا حتى في علم النفس كمان، اكيد واستاذه رانيا تاكد لنا الكلام ده، انها تبدا الاول بالكلام الحلو النقد البناء، وبعد كده تقول الملاحظه اللي هي عايزه تقولها او الانتقاد اللي عايزه تقوله، ده يخليكي تبقي يعني شخصيه محبوبه وسط الناس. وكمان لو تفتح الباب. صحيح لما تيجي تتكلمي كلام حلو بتفتحي الباب عشان تدخلي. لو ابتديتي بكلام مش حلو اللي قدامك تقفليه. يعني كمان مش شرط ان هو فيه عيوب ماشي تقعدي تعيبيه بيها، انت كذا وانت كذا وانت كذا، بالعكس يعني لا، ليه نعمل كده؟ بالعكس ليه؟ طب يمكن على فكره الشخص اللي هو بيقول انت كذا وكذا كذا ده نفسه ده اللي فيه عيوب في الدنيا كلها. في فعلا بجد الناس دي بتبقى مريضه فعلا، والناس دي معظمها بتبقى الناس التنكه او المغروره، فبتبقى شايفه نفسها بقى، وهي اصلا الناس حياتها كلها بايظه، فبيعملوا اي حاجه عشان الناس تتكلم ده الله مش عارف، زي ما نقول كده اسقاطات. صح يا رنا؟ ده حقيقي. طيب احنا ازاي بقى نعرف دلوقتي؟ عندنا 3 حاجات. شخصيه تبقى مثلا مهزوزه ومتردده وعندها بعض النواقص، شخصيه عندها ثقه بالنفس، شخصيه الثقه بالنفس زادت فاتقلبت لغرور. نعمل البالانس او نعمل توازن علشان نبقى شخصيه سويه او واثقه بنفسها بحد معقول، ولا هي عندها النواقص دي ولا هي عندها الثقه الزياده اللي تقلب لغرور. ازاي؟ هي اول حاجه الواحد لما بيفهم نفسه، ما هو ما فيش حد كامل، فانت لما تفهمي نفسك فهم مظبوط بتبتدي تعرفي زي ما مريم قالت ايه الحاجات الكويسه اللي عندك وايه الحاجات اللي محتاجه تشتغلي عليها. مجرد انك انت عندك ادراك ان في حاجات ممكن محتاجه تشتغلي عليها، والحد التاني ده لان ربنا خلقنا مختلفين، الحد التاني ده يمكن ما عندوش المميزات اللي فيا، لكن عنده بيتميز
بالحاجات اللي ناقصه فيا او اللي محتاجه اشتغل عليها. لما تحسي ان كل بني ادم عباره عن كوكتيل سلطه، صحيح، بتبتدي ما تقدريش تحسي انك انت اعلى حد في الدنيا. لا انا من حقي ان انا اقول ان انا متميزه عن الاخرين في دي، لكن عمري ما هبقى مغروره لاني عارفه اني زي ما انا تميزت في دي عشان ربنا خلقني افيد الناس في دي، وبالتالي بقيت متميزه فيها. ففي حاجات ما كنتش محتاجاها قوي او مش مبنياها قوي فيا موجوده في ناس تانية، وهم هيبقوا متميزين في مواقف تانية عني بكتير. عمري ما هبقى مغروره طول ما انا عارفه انا ايه وناقصني ايه ومحتاجه اشتغل على ايه. تمام. هحتاج مساعده حد انا بثق فيه ولا لا؟ يعني اسال مثلا حد من اهلي، من الاسره، من البيت، مريم انت بتعملي كده مع ماما؟ هو في حاجات لازم اخد راي اهلي فيها، عشان ممكن الحاجه دي انا فاكراها انها صح وتطلع غلط، وبتعمل غلطه كبيره جدا في حياتي. انت قد الكلام ده شاهدين عشان في البيت كلهم بيتفرجوا عليكي بتساليهم في كل حاجه، والله ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط. تمام زي الفل. بس يعني اي حاجه، يعني انا زمان ما كنتش بحكي حاجه لمامتي، ما كنتش بحكي دلوقتي، وكنت فاكره اللي هو مامي انا كل الناس بتكرهني، ماما وديني دكتور كده. ماما بتبص لي مريم خشي نامي اللي هو اللي انت بتعمليه ده. بس بدات ان انا خلاص بقى طز في الناس، مالهم الناس، انا هعمل بيهم ايه بجد؟ يعني مش هينفعوني في حاجه اصلا بجد. هعمل اللي انا عايزاه واللي انا حباه، ومحدش ليه كلمه عليا. انا ما عنديش لا ما عنديش عند حد حاجه. تمام. معظم الجيل يا رانيا ماشي بالنظريه دي او بالمبدا ده، تمام. هل الموضوع ده صح ولا ليه نسبه معينه انه ما بقاش ماشيه بدماغي وخلاص؟ بصي انا عايزه اعلق على حته وارجع لك ان من اهم الحاجات اللي الاهل بتعملها ان هي تتفهم احساس طيب هستأذنك هنتوجه بس دلوقتي لرفع اذان الظهر بالتوقيت المحلي مدينه القاهره، ونرجع نكمل معاكم مشاهدينا. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم موضوعنا عن الثقة بالنفس، وازاي اقدر اشتغل على نفسي وعلى شخصيتي علشان اكون شخصية متميزة ومحبوبة ما بين الناس. وطبعا منورنا ضيوفنا استاذة رانيا عبد الغفار مدربة السعادة، ومريم منورنا مرة تانية. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن يعني اهمية ان الشخصية يبقى عندها يعني كيان او تبقى مميزة، ما تبقاش زي ما قلتي كده في بدايه كلامك احنا مش نسخ من بعض متكرره. ازاي اقدر اعمل ده واقدر استعين الجزئيه اللي كنا بنتكلم فيها مع مريم؟ مريم كانت قبل الفاصل كانت بتقول ان لما حست ان كان في ضغط جامد من الدنيا اللي حواليها قررت ان هي ترمي الضغط، بتقول انا هفكر انا عايزه ايه ومش مهم الناس. مش مهم. فاحنا كنا بنسال الجزئيه دي، هل هي في المطلق كده اقدر اقولها انا اعمل اللي انا عايزاه ومش مهم الناس؟ بصي لو انا عايشه لوحدي خالص وافعالي مش هتاثر في اللي حواليا خلاص. لكن احنا ربنا خلقنا بني ادمين اجتماعيين، عايشين في وسط عيله، عايشين في وسط مجتمع، وبالتالي اي حاجه بنعملها او بنقولها بتاثر، بيبقى ليها تاثير صحيح حوالينا. الواحد لازم الاول من جوه يبقى مليان ويبقى ثابت وحاسس بنفسه وعارف هو عايز ايه. لكن في نفس الوقت لما هتطلع منه الذبذبات يبقى عارف الذبذبات دي هتاثر في اللي حواليه ازاي. هتاثر سلبا، هتاذيهم، هتضرهم، لا نعيد الحسابات تاني، مش هتضرهم. صحيح. يبقى خلاص ليه لا. زي ما مريم كانت بتقول من شويه، انا لما اجي مثلا اقول لواحده صاحبتي حاجه ما اقولهاش انت غلط في كذا كذا كذا، اقول لها الاول انت جميله في كل حاجه، وبس في جزئيه مش هي اللي مش عاجباني او مش صح. طيب الامهات، ويمكن الامهات اللي بيشوفونا دلوقتي، وبرضه احنا محتاجين نتكلم في الجزئيه دي. انت لسه صغيره، الجمله اللي دايما بسمعها، مش فاهمه اي حاجه، انا كلامي يتسمع من غير نقاش. ايوه خلصت عليها، جيت على الجرح. ايوه خلصت عليها. ده هي موجوده ليه؟ تمام. يبقى هي الخمس ست سبع 8 10 سنين اللي هي عاشتهم في الدنيا عاشتهم ليه؟ 16 يبقى انا كده لغيت كيان. والصندوق بدل ما كنت بخليه يكتشف نفسه، انا قفلته وعملته بالسيريوتيب
وعارفه غطيته ورحت حاطط عليه الختم بتاعي. ده بقى المفروض يمشي نسخه اسطمبه مني، مش ده التربيه ابدا. وزي ما قلت لك كنت في الفاصل، انا سالت يعني البنات نفسهم انتوا ايه النصيحه اللي تقولوها للامهات؟ ايوه اسالي بقى المريم السؤال ده، تقولي ايه لكل ام بتشوفنا دلوقتي؟ تقول مامتي. مامتك هي المستهدفه. طيب قولي ما تخافيش، قولي ما تخافيش، محدش هيسمعنا خالص. طيب هو كمان يعني مش عارفه. طب الامهات كلهم خلاص بلاش، مش مامة مريم خالص يا جماعه. الامهات كلها الا ماما انا بحبك على فكره. ما تقليش مني. بس هو انا عايزاها تخليني اجرب كل حاجه، بس مش كل حاجه مش الغلط. عايزاها تخليني يعني انا مثلا ما بعديش الشارع لحد دلوقتي بخاف اعدي الشارع. مامتي تقول لا طب يا ماما خليني اجرب يا ماما، انا والله بعرف، انا شايفه. هي بتبقى خايفه عليا، ماما خوفها عليا زياده قوي. الخوف يا ماما. او بالظبط. فانا عايزاهم انا عايزه الامهات يبقى قلبها ميت شويه بس معايا، يعني جربي، عايزاها تقولي جربي ده وجربي ده وجربي ده وشوفي ايه اللي هيضرك وايه اللي لا، بس ما تجربش الحاجات اللي هي اصلا معروفه انها غلط وهتضرك وكده يعني. فاهماني؟ جميل، كلام جميل بجد. رانيا اخر بقى حاجه كده، نصيحه نختم بيها حلقتنا. النصيحه جايه من افواه البنات. خلاص عملت كام انترفيو كده، والنصايح اللي جايه ارجوكوا تشجعوهم ما تخوفوهمش. كل حد عنده الخوف بتاعه. طول ما انت بتخبي الخوف اللي جواها انت بتموتيها. وبالعكس ممكن تقلب بالعكس، يعني انت لو طول الوقت قاعده تقولي لها خافي خافي خافي، هي ممكن تمنع الخوف بقى خالص وتعمل حاجات غير محسوبه على الاطلاق. شجعي بنتك، خليها تجرب حاجات حتى لو هتقع، خليها تقع وتقوم. حسسيها بالامان ان انا وراكي مهما حصل، واغلطي وتعالي لي وانا هبقى موجوده عشان اصلح معاكي اللي انت عايزاه. يعني بجد اجمل كلام ممكن نختم بيه حلقتنا، وكلامنا وحكاياتنا عمرها ما هتخلص معاكم يعني، واكيد ان شاء الله يكون لينا لقاءات مره ثانيه. استاذه رانيا عبد الغفار مدربه السعاده، انا بشكرك جدا على وجودك معانا. مريم نورتينا، وشكرا على الاجواء الحلوه اللي عملتيها وانت داخله يا جماعه، داخله يعني كانت عامله لنا جو لذيذ جدا في الاستوديو. نورتونا مره ثانيه. بشكر كل مشاهدينا على المتابعه، وما تنسوش طبعا اي مواضيع حابين ان انتوا تتكلموا فيها واحنا كمان نتكلم فيها مع المختصين، ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك. بشكركم جدا، واستنونا ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس الميعاد، والبنات حكايات.